جاني طفل صغير عند الطاقة حق السيارة، قال لي عمو معليش بس والله اني جيعان ودي انك تشتري لي اكل. قلت له والله ما معي فلوس. قال ما ابغى فلوس، قال لي بس ابغاك تشتري لي من البقالة، ومعاه بنت صغيرة. شفته كذا يعني مو بكذاب ولا بيسرقني ولا بيسرقني ولا شيء. فعبيت بنزين ولفيت ورحت عند البقالة. هو عمره 13 واخته الصغيرة عمرها 9 8 صغار كتاكيت وجيعانين يبون اكل. ودخل البقالة وجلس يشتري زيت رز اشياء، عرفت؟ يقول انه اختي الصغيره تحتاج حليب وزي كذا. قلت خلاص جيب لها اللي تقدر عليه، والبقاله صغيره ما فيها الاشياء اللي يبونهم، قلت خذ اللي تقدر اللي موجود عليه. لكن مو صدمه هنا، بعدين شال كيس رز ومدري ايش وثقيل عليه. قلت له مين بيساعدك تودي الاغراض هذه؟ وين ساكن انت؟ قال انا ساكن في العزيزيه في جنوب الرياض وانا في الشمال. قلت معك سياره؟ قال لا بس دحين اختي بتجيني. قلت اختك يعني معاها جوال؟ قلت لا ما معاها شيء. طب قال كيف بتروحون؟ اجاب طب اسئله كثير. والله احمد الله هناك ناس وضعها اسوأ من وضعنا، الحمد لله يا اخي. انا احب ان اسمع هذه القصص لانها تذكرني بان احمد الله، بان اشكر الله في اي لحظه وفي اي وقت وفي اي زمن. وش جابك هنا؟ قال انا اندعست بالسياره، ترى مبتسم يعني. قال اندعست بالسياره وسويت عمليه نزيف في الدماغ والحمد لله اموري تمام، لكن باقي الكسر. ورفع رجله يا ابو داحم ورجله مكسوره من هنا من الكاحل من هنا وفي غرز، وجلس يمشي عليها. انت مستوعب؟ جلس يمشي عليها في الشارع. والله نصب او غير نصب، انا افضل ان اكون احمق وينصب علي مثل هذا واساعد انسان بحسن النيه على ان يكون في حقد واقول نصب. افضل ان اكون غبي واخدع واشعر انا مع نفسي، اشعر بالرضا، اشعر بانني ساعدت، على ان ادخل في نيات الناس هل ينصبون او لا ينصبون. يمشي عليها رجله مكسور، والله انها مكسوره، انا شفتها ما هي مضبوطه، تلف كذا ما هو جالس يضغط عليها. فعلى سيره النعمه اللي احنا فيها، هذا خلاني احس لما ازعل ولا ابدا اتناسى ولا نفسي تطغى، الموقف هذا المفترض دائما يذكرني انه انت مو في نعمه، انت تعيش في الجنه يا رجل. شكرا للقصه.